تجاوز رقمه الخاص في الجري. أنا أريد أن أقدم تحية خاصة لأمكم على دعمها المنقطع النظير، والشكر الأهم للخلاط الذي قدم إلي البروتين الذي أحتاج إليه بسرعة. إذا الخلاط هو الأهم. حسناً، أنت قمت بإحضاره. صديقي، لا زلت تتدرب على تحمل. عمو بابا وحشني أوي. قريب جدا هيرجع البيت وهتزهق منه وتيجي تشتكيلي زي زمان كده يا ابو علي. بس يلا بقى قوم علشان تنام، علشان ورانا مدرسة الصبح. يلا. عمو في أصوات كتيرة تحت السي، حاجات كتير عمالة تكلمني. علي بطل هزار، وراك مدرسة الصبح. قوم معايا، أنا ما بهزرش. يلا يا عم لما اشوف اخرتها معاك. يا عمو في حاجة غلط، أرجوك صدقني. اطمن، انا قلت لك ان انا جنبك صح؟ خايف من ايه بقى؟ متقلقش. عزيزي النباش، مسا عليك في عيلتنا العظيمة عيلة النباشين. عارف يا ولا منك ليه ان انا اتأخرت عليكم، ويمكن دي كمان اكتر مرة في حياتي اتأخر عليكم فيها. بس انت ما جاش في بالك كده ولو للحظة تسأل نفسك ليه، او حتى يا سيدي ما تستندلش وتسأل عليا؟ عارف يا عم ان الدنيا تلاهي والاشغال والكلام ده كله، وبتلاهي الدنيا والحوارات اللي لازم ولا بد تكون موجودة في يوم كل واحد فينا، الى انك ما زلت بخير وقاعد قدامي وبتسمعنا اهو دلوقتي، مش كده؟ طيب انا بقى اخدت 3 شهور بالنسبة لي كانوا جحيم بالمعنى الحرفي، من 25/12/2023، وفي حاجة مسكت فيا كده وتحس ان في حاجة غلط كده ومش مفهومة، ما تعرفش بقى ده عمل ولا لعنة ولا ده ايه بالظبط، لان من التاريخ ده تحديدا وكل شهر كان بيمر عليا كنت بدفع 8 كارثة جديدة ماليش اي دخل فيها. 3 كوارث حصلت، ومن ضمنهم مصيبة كانت مع ملواني كبيرة فوق ما تتخيلوا. بس ما تقلقش يا ابن عمي، اخواتك سالكين دايما وقلوبهم بيضة، وعشان كده دايما ربنا ساترها معاهم. وللسبب ده فانا عايز اقول لك انه بدون تخطيط منك ولا قصد ولا حتى رغبة، ساعات ربنا بيظهر لك حقيقة كانت متدارية عنك، تكشف لك قلب فلان او تفضح لك كارثة كانت قدام عينك بس انت اللي ما كنتش واخد بالك منها، وفي لحظة وفجأة وبمنحة ربانية بحتة بتجيلك التفاصيل والاجابات لحد عندك بدون اي سعي منك. وده ليه؟ ده لان الناس اللي قلوبهم نقية ربنا دايما بينور لهم المداري. وفي النهاية يا صديقي، انا كانت الحقيقة قدام عيني بس ما كنتش قادر ولا متخيل انها ممكن تطلع من ده. كده يا صديقي، انا عايز اقولك ان مش كل الالعاب اللي بتلعبها هي في الاساس مجرد لعبة، لان في العاب ممكن تحول حياتك الهادية البسيطة اللي انت عايشها دي لكتلة من الجحيم على الارض. ايه الدخلة الجد دي؟ هو فعلا الموضوع جد، بس قبل ما ندخل في الجد يا صديقي في حاجات مهمة جدا لازم تعملها وتاخد بالك منها. الاهم فيهم انك لو اقل من 16 سنة
خد بعضك واطلع بره الفيديو دلوقتي. وده لان عارف ان السن ده بالتحديد بيبقى فضوله اعلى من الطبيعي، وتأكد دايما ان مش هيديك فرصة انك تاخد مني كلام يأذيك. ونقطة ومن اول السطر، التجربة اللي انت هتسمعها دلوقتي دي تجربة حقيقية وحصلت، فانت المفروض دلوقتي تاخد كلامي ده مجرد تحذير، واياك رجلك تتجر المكان انت ما تعرفش عنه حاجة. التانية بقى يا عمنا انك تجهز لي مشروبك المفضل اللي هيخليك دايما رايق ومصحصح معايا كده. التالتة بقى واللي هتخليك عايش معايا كل لحظة في الفيديو، انك تاخد نفسك كده في ركن هادي في البيت وتحط سماعات الهاند فري في ودانك وتخلي لي الدنيا حواليك كحل. وافتكر لي الجملة دي كويس، دي مش مجرد لعبة، ده جحيم متشكل في هيئة لعبة. يوم 15/12/2023 ده كان اليوم الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لي، وده لأن صحيت بعد نص الليل وبالتحديد الساعة 3:30 الفجر على خبر إن إبراهيم صاحبي خبطته عربية وحاليا في العناية المركزة بين الحياة والموت. الخبر ده كان بمثابة صعقة ليا، لأن ما كانش حد بيسأل عليا ولا حتى كان بيفتكرني غيره. في نفس الوقت كنت قاعد معاه أسبوع هناك في الإسماعيلية أفك عن نفسي وأحاول أخرج من سجن البيت اللي أنا كنت فيه ده. أول ما سمعت الخبر على طول قمت من مكاني ولبست ونزلت له المستشفى. الدكتور واخوه اللي كان موجود هناك عرفوني انه عمل حادثه بالعربيه وعنده ارتجاج في المخ وكسور مضاعفه في اجزاء كتيره من جسمه وشبه انه في غيبوبه دلوقتي. في الوقت ده انا ما كنتش طايق نفسي على المنظر اللي عيني كانت شايفاه، بس اللي وجع قلبي اكتر واكتر هو ابنه علي طفل ما تمش ال10 سنين لسه عايش مع ابوه، وده لانهم انفصلوا من 2.5 تقريبا. وبعدها بفتره قليله امه جالها كانسر في الدم وربنا رحمها من العذاب اللي هي كانت عايشاه. اي نعم كان هو وابوه نقر ونقير على ان هو دايما كان عاوز يلعب ومهمل دراسته، بس برضه محدش هيبقى حن عليه من ابوه. في الوقت ده وبالتحديد الساعة 4 علاء اخو ابراهيم اخد علي ومشيوا، وانا فضلت في الوقت ده قاعد مع ابراهيم للصبح، ولحد ما لقيت الممرضة جاية تصحيني وبتقول لي قعدتك ملهاش لازمة يا استاذ، خد بعضك وروح ولما يبقى في اي جديد هنتصل بيك ونعرفه. وفعلا اخدت بعض وروحت، وبالتحديد كان الساعة 12 الظهر. وبعد ما فطرت وقعدت شوية اريح من المشوار لقيت رقم غريب بيرن عليا. فتحت لقيت صوت طفل مموت نفسه عياط وصريخ، ولقيت صوت حد كبير بيقول لي خلفاوي ازيك؟ قلت له الحمد لله، مين معايا؟ رد وقال لي علي عمال بيعيط ساعة ما صحي زي ما انت سامع كده وعايزك انت بالاسم. رديت وقلت له طيب مسافة السكة بس وهكون عندك. رحت لقيت علي مستقبلني بالاحضان وعمال بيبص على عمه كأنه في رسالة كده عاوز يوصلها لي. وخلاصة قعدتي مع علي عرفت انه مش حابب انه يقعد مع عمه، علشان دايما شايف ان عمه ما بيحبهوش ودايما بيضربه وبيزعقله، وعايز يرجع معايا لشقتهم ويقعد معايا لحد ما ابوه يرجع بالسلامة. بصراحة كده الواد صعب عليا، فقلت لاخو ابراهيم ان هاخد علي يقعد معايا يومين في البيت لحد ما نفسيته تهدى كده وانا هبقى ارجعه له تاني لحد عنده. وفعلا وافق وعلي روح معايا. قعدنا شويه مع بعض في البيت ولبس، وبعد كده خرجنا مع بعض. ومن يومها حياتي بقت روتيني جدا، اصحى من النوم اقوم افطر واخد علي اوديه على المدرسه واطلع اقعد على البحر شويه وارجع اتمشى على الكورنيش. كنت بشغل نفسي في اي حاجه لحد ما علي يطلع بالسلامه من المدرسه واخده ونروح نزور ابوه ونرجع على البيت ويبدا علي يذاكر ومفيش اي جديد. ولحد يا صديقي يوم 28/12 اليوم اللي لما رجعنا فيه انا وعلي، انا اخدت بعضي ودخلت انام وعلي فهمني انه داخل يذاكر، ولكن قمت بعد ساعة من نومي على صوت غريب في البيت لا مفهوم مصدره منين ولا حتى في البيت عندي ازاي. ولما بدأت اسحب نضارتي واقوم من على السرير واتسحب واحدة واحدة على مصدر الصوت اللي بالمناسبة كان طالع من اوضة علي، وقفت لثواني بس كده افهم ايه اللي بيحصل. ولكن في لحظة استيعاب كده سمعت اكتر من صوت في الأوضة، مش بس صوت الجنازير اللي انتوا سمعتوها، لا ده في صوت كمان مع علي في الأوضة دلوقتي. ما ترددتش لحظة ان افتح الباب وافهم ايه اللي بيحصل جوه، فبدأت امد ايدي على الأكرة بتاعة الباب واخدت نفس عميق وفتحت. همو انت ازاي تدخل علينا كده؟
انت عملت في الواد ايه؟ عملت في الواد ايه؟ اتفاجئت في الوقت ده بعلي والطفل كمان معاه في نفس سنه تقريبا، قاعدين على الارض وكانوا مولعين اكتر من 6 شمعات وماسكين اقلام رصاص وعمالين بيشخبطوا على لوحة كبيرة في النص. انا كل ده مر عليا عادي الا حاجتين انا ما فهمتهمش. الاولى ان الاوضة كانت عبارة عن كحل، كانوا قاعدين على ضي الشموع بس. الحتة دي ممكن تمر عليك عادي كده زي ما مرت عليا في بداية الموضوع، بس الغريب يا جدعان ان الموضوع كان مرعب بدرجة كبيرة جدا، وده لان الشبابيك والبلكونة مش بس كانوا مقفولين، ده كان محطوط عليهم ملايات غامقة مخلية الأوضة ما يدخلهاش منفذ ضوء. انتوا فاهمين اللي انا عايز اقوله؟ الاتنين اطفال، واحد منهم 9 سنين والتاني 10 سنين، يقعدوا في الجو المرعب ده على اساس ايه يعني؟ وده اللي خلاني اسأل علي واقول له انت بتعمل ايه يا علي ومين اللي معاك ده ودخل هنا ازاي؟ صاحبه في الوقت ده رد عليا بطريقة غريبة ومش لايقة ابدا على طفل، وراح قايل لي انا صاحبه يا عمو وبنلعب سوا. وعلي بحماسة شديدة لقيته قال لي وصاحبي يا عمو هيعلمني لعبة جديدة. في اللحظة دي لقيت صاحب علي بص لعلي بتبرئة غريبة. رجع علي في الوقت ده بص لي وهو متضايق جدا وقال لي ممكن تطلع بره. وفي اللحظة اللي علي بيكلمني فيها باسلوب غريب وبيقول لي اطلع يا عم واقفل الباب وراك، لاحظت تاني اغرب حاجة شفتها في الأوضة، وهي ان المراية اللي موجودة في الأوضة متغطية بملاية غامقة. ومش ده الغريب، لا الغريب ان الملاية دي بالتحديد كان مرسوم عليها نقوش ورسومات كبيرة. وطبعا اللي جه في بالك دلوقتي ان الرسومات اللي موجودة دي هي طلاسم او نقوش شيطانية، بس لا، الموضوع مش كده. الرسومات دي كانت عبارة عن شخصيات كرتونية مرسومة بشكل بشع، واللي لفت انتباهي اكتر ان الرسومات دي كانت مرسومة بحرفية شديدة جدا. معنى كده ان الرسومات اللي اترسمت على الملاية دي ما كانتش لا بايد علي ولا بايد صاحبه. في وسط وقفتي العقل تايه فيها في كم اسئله ملهاش اي اجابه، علي قطع تفكيري في الوقت ده وقال لي مالك يا عمو في حاجه؟ سكت لحظات وناديت على علي وقلت له مين ده يا علي وبتعملوا ايه؟ علي في الوقت ده رد عليا بكل براءه وقال لي بنلعب يا عم. وعايز اقول لكم ان انا فعلا صدقت علي، وده لان انا عارف علي كويس. علي مش من النوع اللي فيه طبع الخباثه واللؤم اللي بيطلع وقت الغلط، هو حتى لو بيعمل الغلط فدايما كان بيصارحني. اللي ما كنتش مطمن له ولا حتى مطمن لنظراته هو صاحبه اللي قاعد معاه، اللي لما سألته عن اسمه رد وقال لي معرفش. كل اللي يعرفه عنه انه معاه في المدرسة ويعرفه من وقت ما بدأت الدراسة، غير كده علي ما يعرفش حاجة عنه. الموضوع ممكن يمر عليك عادي لانك هتبقى شايف دايما قدام عينك ان ده مجرد طفل، انما انا لا، انا حسيت ان الطفل الصغير ده وراه مصيبة كبيرة معرفش هتودينا على فين. مع بداية يوم جديد ومع بداية أواماني من على السرير بدأت أندع على علي علشان أشوفه صحي ولا لسه. ندهت أكتر من مرة ما كانش فيه أي رد، ودعيت ربنا في الوقت ده إن اللي في دماغي ما يكونش حصل. قمت من مكاني وبدأت أنده ولحد ما سمعت أصوات كتيرة طالعة من أوضة علي، مش صوت واحد ولا 2، ده كان أصوات كتيرة جدا في الأوضة ما بين شباب وأطفال وناس كبيرة في السن. والأغرب من ده أنا بشين لما فضولي أخدني أروح ناحية الباب، واللي كانت صدمة شلت دماغي حرفيا وأنا واقف. وده لأني لما فتحت الباب لقيت الشبابيك والبلكونه مقفولين وعلي نايم مكانه ما اتحركش، وما لقيتش ولا مصدر في الاوضه للاصوات اللي انا سمعتها من كام ثانيه بره. بعد اكتر من 5 دقايق وانا واقف وايدي على الاكره زي ما هي، دماغي مشلوله ومش قادر افهم هل اللي سمعته ده كان حقيقي ولا مجرد تهيؤات. بس ما كانش قدامي اي حل غير ان كان لازم اقنع عقلي ان اللي سمعته ده كان مجرد تهيؤات. قطع تفكيري علي في الوقت ده لما سألني وقال لي هي الساعة كام دلوقتي يا عم؟ في الوقت ده بصيت في ساعته وقلت له يلا يا علي عشان هنتأخر. قام وبدأ يجهز نفسه، أخدته ونزلنا على المدرسة. رجلي كالعادة أخدتنا ناحية البحر
اهو بفك شويه عن نفسي واحسن من قعده الشقه برضه. اخدني الوقت والقعده هناك على البحر لاكتر من 4 ساعات. قمت من مكاني اجيب اي حاجه حلوه افرح بيها علي وشويه حاجات كده لابراهيم عشان ميعاد زيارته النهارده. بس لما بصيت في ساعتي في الوقت ده لقيت انه بقى اقل من 10 دقايق على خروج علي من المدرسه. من غير اي تفكير ركبت ميكروباص من الكورنيش هناك، والمسافه مش بعيده عن المدرسه، وانا مفهم علي اكتر من مره اني لو اتاخرت عليه 5 دقايق 10 دقايق يفضل عند البوابه هناك ما يتحركش. بس لما الميكروباص وصل بيا للمنطقه اللي فيها المدرسه ونزلت وقفت قدام المدرسه حسيتها مهجوره، لا في حد رايح ولا جاي ولا في طلاب طالعين من المدرسه ولا حتى في صوت جوه المدرسه. بس ازاي ده انا اللي موصل علي بايدي للمدرسه؟ منين مثلا هيكون النهارده اجازه؟ عقل في متاهه مش عارف احلها وكل اللي انا عامله في الوقت ده اني واقف قدام المدرسه وباصص لها مش اكتر. مش عارف ازاي حصل كده، ما هو انا اللي كنت بمر بيه يوميا غير اللي عيني شايفاه دلوقتي. من ساعه ما انا قايم بدور ابو علي وانا دايما بشوف ناس كتيرة جدا هنا في المنطقة، ناس رايحة وجاية، وياما اتأخرت على علي ما جيتش المكان ده في مرة ولقيته بالفضل الغريب ده. ويزيدك من الشعر بيت يا صديقي وانا باصص على الفصول بتاعة المدرسة من بره عيني لمحت حاجة كانت واقفة في الشباك، ولما بدأت الحاجة دي تتحرك قدام عيني اخدت عيني اكتر وبدأت اخد خطوات ناحية سور المدرسة وعيني مش مفرقاها. والصدمة اللي خلت جسمي اتنفض من مكانه لما شفت في الشباك ده علي وصاحبه واقفين عند الشباك، صاحبه اللي انا شفت معاه في البيت، وهما بيعلقوا نفس الملاية اللي عليها نفس الرسومات البشعة اللي شفتها قبل كده. بدأت في الوقت ده انده عليهم اكتر من مرة، ومن ضمنهم وانا بزعق وبقول له ابعد يا علي عن الشباك هتقع انت وصاحبك. كنت بزعق في الوقت ده بطريقة هستيرية من خوفي عليهم، وما حسيتش بنفسي وقتها غير وايد عم احمد الفراج بتتحط على كتفي، ولقيته بيقول لي مالك يا ابني في ايه وبتزعق لمين كده بقالك شويه. بصيت له بدات اشاور له بصباعي واقول له الحق يا عم احمد الحق، علي وصاحبه بيلعبوا عند الشباك وممكن يقعوا. لقيته بيهز في راسه وبيقول لي لا حول ولا قوه الا بالله. عيال مين يا ابني اللي في المدرسه ده؟ انا مطلع كله من الحوش وقافل كل حاجه بايدي. رديت وقلت له طب حتى بص كده. وهنا السكوت عم عليا وعم احمد كل اللي قاله ربنا يريح بالك يا ابني، روح ارتاح شكلك تعبان وما نمتش. وقفت وانا تايه ومش فاهم ايه اللي بيحصل لي ده، وايه الرساله اللي ممكن يبقى عايز يوصلها لي طفل زي ده. وما حسيتش بنفسي وقتها غير وانا بطلع الموبايل بتاعي من جيبي وبرن على اخو ابراهيم علشان اقول له على المصيبه اللي انا فيها. علي فين؟ مسكت الموبايل وانا ايدي بتتنفض واديت ظهري للمدرسه، واول ما رد قلت له الحقني يا علاء. رحت عشان اخد علي من المدرسه لقيت المدرسه مقفوله وانا معرفش اي حاجه عن علي. رد وهو بيضحك وبيقول لي علي انا عديت عليه واخدته يا خلفاوي ما تقلقش. وبقول لك يا خلفاوي كتر الف خيرك لحد هنا، انت بقالك كام يوم كده شايل هم الواد، لو عاوز ترجع توكل انت، مش عايزين نتعبك اكتر من كده. رديت وقلت له هو ده رد المعروف يا عم علاء، عامه كتر الف خيرك. وخلاص اخدت قرار اني هاخد شنطتي وهروح اطمن على ابراهيم وبعد كده هرجع على بلدي. رجعت على شقه ابراهيم لميت شنطتي وسلمت على علاء وقلت له خد بالك من اخوك يا علاء وخد بالك من علي، وانا هبقى اكلمكم كده من الوقت للتاني اطمن عليكم، ولو احتجت اي حاجه في اي وقت ما تترددش وكلمني. وانا بسحب شنطتي ولسه هخرج لقيت علي بيقول لي عمو انا عايزك في حاجه مهمه جدا. افتكرت انه هيقول لي اني ممشيش واسيبه او هيعيط او ما الى ذلك، بس اللي اتقال لي على لسان علي كان اغرب بكتير جدا من اللي ممكن يجي في دماغي. عمو تقريبا الكلام ده معاك مش هتصدق، بس انا عايزك تثق فيا وفي كل كلمه اقولها لك. عمو انت عارف انا بحبك قد ايه، مستحيل اكدب عليك في اي حاجه، عشان كده في حاجات كتير انت فاهمها غلط. عمو علاء ده مش اخو بابا، واحد ظهر فجأة مع ظهور صاحبي اللي عرفت عليك من كام يوم هنا في البيت. اللعبة اللي احنا بنلعبها دي لازم يكون فيها عمو علاء معانا، بيعمل حاجات غريبة اوي. ثواني بس يا علي، علاء كان بيدخل امتى وازاي؟ ومش اللعبة دي لعبتها مرة واحدة تقريبا؟
لما انا دخلت عليكم؟ لا يا عم، احنا لعبنا اكتر من مرة وانا حاسس ان انا بعمل حاجة غلط، عشان كده جيت اكلمك. اللعبة دي عشان نلعبها لازم نعمل كل اللي شفته ده، نقفل البيبان والشبابيك كلها فيهم بأي حاجة صوت. بس غريبة في كل مرة هو عم علاء يظهر مرة واحدة في الأوضة، بيظهر ازاي وبيجي منين معرفش. الأغرب من كده الرسومات اللي بتطبع على الملاية السوداء تظهر لوحدها تختفي لوحدها بعد لما بخلص اللعبة على طول. بس مع كل ده يا عمو بابا مبسوط قوي. بعد ما نحط الحاجات دي الشمع اللي بيتولع كله عم علاء هو اللي بيعمله، كمان بيقعد بشكل غريب، بيقعد يقول كلام مش مفهوم ويعور في ايد صاحبه لحد ما مرة واحدة كل الأنوار بتتطفي، واسمع وقتها صوت كنازير كتيرة في الأوضة. يظهر في مكان تاني، مكان مقفول في ناس كتيرة أوي، ناس شكلهم غريب أوي يا عم، لطاف أوي، بيلعبونا بيعملونا كل حاجة حلوة. طب وانت ايه اللي خلاك تلعب زفتة انت متعرفش عنها حاجة؟ سامع اللي أنا سامعه؟ سامع. ما هو للأسف يا خلفاوي علي ملحقش يقول لك إن بمجرد ما عرفتك بالقاعدتين الأولانيين في اللعبة فأنت للأسف بدأت اللعبة.